بالنسبه لي اول تجربه، واتمنى ان شاء الله ان هي تنجح. تابعوني انتوا، بس انا هنزل لكم مراحل لا ان هما بيكبروا كاول تجربه ليا في تربيه الكتاكيت وتربيه الفراخ، وعلى الله ان شاء الله تكون تجربه ناجحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ده نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، الفيديو بتاعنا هيكون فيديو يعني مبهج جدا وحلو قوي. وطبعا كلنا بنحب اللي هو الكتاكيت الجميلة دي طبعا، وبنتمنى كلنا ان احنا نربيها في البيت. انا زي ما وضحت لكم في فيديو نزلته على البيج ان انا نويت ان انا اجيب كتاكيت، وبالفعل جبتها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان هي عملت روح للمكان حلو قوي يا جماعه، يعني فعلا، وبتخرج الطاقه السلبيه اللي بتكون جوانا. كفايه ان احنا بنشوف الحاجات الحلوه دي وبنتعامل معاها كمان. وكمان بما ان دلوقتي زي ما انتم شايفين اسعار الفراخ غاليه جدا، فطبعا يعني انا قلت اجرب كده، وليه بدل ما اشتري من بره، لا انا اجرب كده بدل في عندي مكان في البيت. وعلى فكره وهم كده مش بياخدوا مكان كبير ولا حاجه، يعني مساحه عندك صغيره ممكن ان انتي تعملي لهم مكان وتجيبي شويه على قدك وتعمليهم في البيت. وكمان هم بس اهم حاجه ان هم بيبقوا محتاجين رعايه، فانتي تهتمي بيهم وتدفلهم المكان زي ما انتم شايفين كده. انا اول لما جبتهم جبت اللي هي النشاره، جبت النشاره، ودي ممكن تجيبيها من اي نجار عندك في المنطقه. ممكن الباقي بتاع الخشب اللي هو النشاره اللي بتطلع من الخشب عادي ممكن تاخدي منه شويه، مفيش مشكله عادي. وطبعا دفيت المكان زي ما انتم شايفين كده. انا جبت لمبه كبيره علشان خاطر دي تنزل لهم السخونه عليهم كتدفئه للمكان يعني. وزي ما انتم شايفين كده. بس طبعا لما بتجيبي الكتكوت تشتريه، افضل ان انت ما تشتريش من اللي هم بيكونوا في الاسواق، لان اللي في الاسواق دول بيكونوا مش مضمونين اولا. تاني حاجة بيكونوا فرز تاني، او يعني مش اللي هم الدرجة الاولى يعني. افضل ان انتي بتروحي تجيبي من معمل او من حد يكون بيبيع كتاكيت يكون مضمون يعني وكده، او شركات ممكن تجيبي منهم. زي ما انتم شايفين كده انا نويت ان انا اربي الفراخ اللي هي البيضة اللي هي زي دي كده. دي الفرخة البيضة، والفراخ التانية اللي هي الساسو برضو بتبقى حلوة قوي. وتقريبا البيضة دي المفروض ان هي بتقعد يعني من شهر 35 يوم بس على ما ان انتي تبتدي تذبحيهم يعني. اما الفراخ اللي هي الساسو اللي هي دي بتبقى برضو تقريبا شهرين، يعني شهرين وتبتدي تذبحي منهم وتاكلي احلى فراخ. وطبعا الفراخ اللي انتوا شايفينها او الكتاكيت دي بتبقى الميزه فيها ان هي بيبقى طعمها غير حتى ما بتجيبيها من بره، لان دي بتبقى تربيه ايدك يعني، بتبقى تحت متابعتك وكده. حاجه غير اللي هو العلف بس زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه لما انا جبتهم طبعا كنت مجهزه لهم اللي هي المكان ليهم زي ما انا ما قلت لكم كده، واللمبه طبعا للتدفئه. وبعدين اشتريت اللي هي بتاعه الميه دي اللي انتم شايفينها، دي بتقعد معاهم، ودي انا بغيرها لهم مرتين في اليوم يعني. واللي هي دي اللي هي العلافه دي اللي هي بيتحط فيها الاكل، وطبعا بتوزع لهم. هنا فيها كذا عين طبعا لكذا كتكوت ان هو ياكل منها عادي، وهي مع نفسها من هنا طبعا بتمليها، ولما بيسحبوا منها بتبتدي تسحب وبتنزل من هنا العلف. وانا حاطه لهم بصراحه واحده اضافيه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين يعني وفرت لهم الجو الاسري الجو الاسري اللي هم يقدروا يتعايشوا فيه. وبس خلاص كده عادي تجربي. اهم حاجه بس التدفئه بتاعتهم، طول ما هم متدفيين طول ما هم بيبقوا صحتهم كويسه وبيبقى تمام يعني. وتتابعيهم بقى باستمرار. والميه طبعا زي ما انتم شايفين كده، طبعا النشاره بتاعه الخشب لو وقعت فيها، بصوا انا بغيرها مرتين في اليوم.
بميه، لان طبعا يعني هم بيوقعوها، فمش هبقى كل شويه ان انا اغير الميه، يعني انا بغيرها الصبح وبالليل يعني. بس عايزه اقول لك بقى بيعملوا يعني روح للمكان زي ما انتم شايفين كده، حياه حياه. يعني انا عن نفسي لما بكون زهقانه باجي وبقعد جنبهم كده، يعني اشرب شاي وانا قاعده جنبهم، اي حاجه كده يعني. لو باكل سندوتش برضو وانا قاعده جنبهم عادي خالص. والواحد بيعيش الحياه وادينا بنجرب. انا بالنسبه لي اول تجربه، واتمنى ان شاء الله ان هي تنجح. تابعوني انتوا بس، انا هنزل لكم مراحل لا ان وهم بيكبروا كاول تجربه ليا في تربيه الكتاكيت وتربيه الفراخ، وعلى الله ان شاء الله تكون تجربه ناجحه. وشجعوني بس، وما تنسوش لايك وشير للفيديو. واتمنى دايما تشجيعكم ليا، واتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. وانا اكيد عارفه ان هو هيعجبكم، لان طبعا كلنا بنحب الحاجات الحلوه دي. وربنا يكرم ان شاء الله وتكبر وتبقى فراخ ويتملي على خير ان شاء الله. متشكره جدا ليكم حبايبي، ورمضان كريم عليكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.